الحاج صالح عبد الله زيدان خبير الصحراء الغربية. نسأل حضرتك سؤال يا عم الحاج. اتفضل. بارك الله. هل الصحراء الغربية عندنا مفتوحة بالبساطة دي أن أي حد ممكن يتحرك فيها بحريته ويدخل ويخرج؟ هل حضرتك إيه؟ ايوه مفتوحه، الصحراء مفتوحه من عند منخفض القطاره لغايه صخره العمود لغايه سلكه بحر الرمال. كل هذه صحراء غربيه مفتوحه خالص. يعني فيها مناطق كلها مفتوحه في العربيات وفي كل حاجه، واخد بالك ايه، جماله وغيره مفتوح. صح. طب هي المفروض واخد بالك ان في اكتشاف قبل لا يوصلوا هذا المنطقه، لازم يكون في اكتشاف من الطيران او من اي جهه كانت، لان دي مسافه بعيده. يعني لو هم قادمين من ليبيا المسافه دي كلها لغايه حدود ليبيا بتاع 400 كيلو. 400 كيلو دول لا في الليل هتشوفهم الانوار، انوار هتكتشفهم من مسافات بعيده. بالنهار هتكتشفوا بالطيران من مسافات بعيده. طب رايك يا عم الحاج الكره اللي هم ماشيين فيها دي، هل يمكن ان تتقفل الممرات دي؟ هل هي ممرات ولا لا لا فيها كده وفيها كده؟ لا، صحراء مفتوحه، مش ممرات يعني محكومه زي مثلا وادي واسع، زي وادي التراب مثلا، زي وادي حمراء، زي وادي لو دي فين في الجلف الكبير؟ لا، ده الجلف الكبير ده واخد بالك في ممرات معينه ما تقدرش تبعد عنها. لا تقدر تعديها كده ولا كده، لازم تعدي في نفس الممر. لكن الصحراء الغربيه دي اللي هي مثلا من البلاط ومبحر كده لغايه ما تروح منخفض القطاره، كلها صحراء مفتوحه من اي جهه العربيه بتاعتها. اخر سؤال يا عم الحاج، في رايك يمكن السيطره على الثلج ازاي؟ السيطره بالطيران بس. الطيران بس. شكرا. طيران او في الليل انوار العربيات. انوار العربيات في الليل لما يكون ماشي هو بالليل هيكتشف من مسافات بعيده. بالليل هيكتشف من مسافات بعيده خالص، وبالنهار هيكتشف الطيران. شكرا للحاج صالح عبد الله زيدان خبير الصحراء من محافظة الوادي.